اهلا بكم في الريفيو مع شوري، والنهارده هنريفيو مزاجنجي. تعال هات، هي دي يلا هو ده. احنا فين؟ احنا في شريمفك في ذا ووك. وعلشان كده جينا مطعم شريمبك في اسكندريه. وما تنساش اديني قلبك، اديني قلبك خد قلبي، اديني قلبك خد قلبي. انتوا اهتمامكم بالصوص مجرم. تعالى يا احمد. شويه الصوص اللي في اخر الكيس فين؟ راحوا فين؟ ده مزاجنجي مأكد عليا بالصوص ده. النهارده احنا في شريمبك وبالريفيو مزاجنجي. مبدئيا كده ناديل على الشيف. تعالى يا احمد. الخصم بتاع كتابه المزاجنجيه مش موجود، عشان انا اتفاجئت ان انا جيت متاخر جدا عن الحلقه اللي انا اتفرجت عليها. يعني الحلقه اللي انا اتفرجت عليها في شريمبك هنا طلع ان هي من شهور كتير، والخصم ده لمده معينه، فاي حد بيتابع كتابه المزاجنجيه يخلي باله وقت الخصومات، عشان انا جيت هنا اتفاجئت شويه بالسعر. لما يبقى كيان كبير زي ده وعمل المطعم بتبقى ضامن ان الجمبري يبقى بلدي متواصل، ان يبقى الكواليتي ثابت. بسم الله. تعالوا نبدا بالجمبري، بس قبل ما نبدا خلينا فاكرين ان الاكل اذواق والسمك صحاب مش طواجن. وعلشان كده بالمناسبه احنا بناكل سي فود ده كله، ولكن انا لسه عند موقفي وما طلبتش اي طاجن. ما اقدرش اخون حد من صحابي، وقال ان هو بلدي وفريش، وده حجم الجمبريايه. بسم الله. التيست اللي قليل شويه، تعالى ننزل بيها في الصوص ونشوف ايه الاخبار. الصوص مش سبايس واو، طعم الجمبري حلو، باين ان هو فريش وطازه، الجمبريه كبيره، لكن الصوص التتبيله نفسها الطعم تيست مش واو، يعني مش حاسس الطعم ان هو الجامد قوي يعني، لكن طعمه حلو. وده عشان مرسى اسقبين مفيش بابا المجال هنا، ففي صوص، فنشوف التيست. بسم الله. دي هديه من الشيف. انا بحب الوز. حبيبي يا شيف، تسلم ايدك. تعالوا نجرب بلح البحر عشان خاطر الشيف. بسم الله. ايزو سفل، ايزو سفل خلاص. انا عاوز اشكر الشيف على شويه الجرجير دول، لو فاهمين قيمه الجرجير، بس مش هينفع عشان في اطفال بتتابعنا. طبعا دي كابوريا مبطرخه، او دي كلها بطارخ يا جماعه. اللهم صل على النبي. ايوه بقى، ايوه بقى، شوف البطروخ. تعالوا نشوف الشوربه. طبعا طبق الشوربه واضح ان هو كبير. بسم الله. كده الشوربه لوحدها احلى يعني. بالمناسبه بحب البطاطس، عاوز اوريكم بطاطسايه. دي بطاطسايه ملحمه، انا بحب البطاطس الكبيره دي. انا بدات اعرق، ده مش افيه، انا محتاج مناديل عشان وبالمناسبه دي حاجه هتكتسبوها، اي حد هريفيو مزاجنجي بعد كده هيعرق لوحده وهيحتاج مناديل بجد يعني. فانا مش عارف هل عشان انا بريفيو الريفيو بتاعه عرقت زيه، ولا هو المكان هنا ده المود بتاعه، ولا ايه. السمك بيسخن. بيسخن ايه. انا نشوف بقى المكرونه اخبارها ايه. كل التيست متميز وعالي. معانا هنا بقى بلاك باستا الحبر الاسود. حاسس ان انا هاكل سبايدر مان اللي هو النسخه الشريره، باتمان اسود بتاع عنصري او حاجه. باتمان مش اسود، باتمان ابيض عادي. لابس اسود. لابس اسود، ماشي تمام. معموله سودا علشان حبر السبيط. بسم الله. لسانك كده انا لسانك. بيجيبوا في سيره الناس لسانهم بيقلب كده. ايه اللي يخليني اكل حبر يعني؟ ما انا باكل مكرونه عاديه، بس اكيد فيها ناس بتحبها، فهي اذواق. ممكن بس نضرب جمبريايه علشان ما طلعناش بالطبق ده من غير حاجه. بالمناسبة طعم الجمبري الصغير أحلى من الكبير. الجمبري الصغير مسكر أكتر من الكبير، حبيت الجمبري الصغير أكتر. حان الآن الجرعة الأسبوعية للسي فود. بهزر طبعا، اكتشفت إن هي فلفل أسود عادي، بس بصوا من جوه. لو فاضي تورينا. لو فاضي ممكن تصور ولا حاجة. مش هيضايقك يعني، بس أنتوا مش هتبقوا شايفين، ولا أنا شايف الحقيقة، بس هي شكلها حلو يعني. لو وراكوا حاجة روحوا أنتوا، أنا قاعد شوية. يلا شوف. بص ده نروح واخدين واحده كده وبتاع. يعني انا مش عارف هل البورشن ده حقيقي، لان هو واضح ان هو كتير، بس المهم التست. ندوق قضمه. بسم الله. في صوص الترتار جميل، فيه لسعه كده سنه الليمون، فيبقى طعمه حلو للي بيحبها يعني. كالعاده لما بنلاقي حاجه حلوه انتوا عارفين بنعمل ايه. دوقها، غرقها، ودعها. ده طعمه ابن لذينه. وقبل ما اروح للمشوي تعالوا نشوف الذره، علشان كنت هنساها في وسط اللي احنا فيه ده. بسم الله.
طريه فشخ، تيست فيها عالي جدا. ان لما تبقى عارف انها حاجه ناشفه بس انت بتاكلها طريه فيعجبك طعمها. انتوا فاهمين انا قصدي ايه صح؟ اللي بيحصل ده كان حلم من احلامي. ايه بقى؟ ان انا اكل بايدي رز واحط عليه الطبيخ كده اهو وما بقاش مكسوف. يعني انا ممكن اعمل ده في البيت بس مستحيل اعمله بره البيت. في حاجه نفسي اعملها من ساعه ما جيت هنا ومن ساعه ما شفت الفيديو الحقيقه، يعني ان احنا نجيب شويه رز غرقانين في الصوص وفوقيهم حته الجمبري، وزي ما قلنا دوقها غرقها وايه ودعها. بسم الله. حاسس ان انا عاوز ارقص دلوقتي الرقصه بتاعت كوسكا البابا دي، عارفينها؟ ده كده جامد. ده قشر بياض بالمناسبه، اللي يفهم طبعا في الفيليه ده فيليه. اجود انواع الفيليه القشر البياض. تعالوا نشوف الساندوتش الاخير. ما تقول حاجه، خلصت تصوير قول لي ان انت بدل ما انا قاعد متذنب كده. يلا انت بتزعق لي يا اسطى ولا ايه؟ فركش يا سيدي رجليك قوم مروح. انت مش عاجبك؟ انت شغال مع مزاجنجي صح؟ تعالى الاول بس ايه نشوفها من جوه عامله ازاي. بسم الله. عاديه فشخ. شكل الساندوتش حلو لكن مش حاسس ان هو في حاجه مميزه. ناخد قطمه كمان. بسم الله. انا كنت عايز اوريهم حاجه في العيش، هم فعلا معلين تيست العيش. زجاجي لما جه شكر جدا في العيش. بالنسبه لي العيش كويس جدا ولكن تخين جدا. هتبقى لقمه حلوه للناس اللي عاوزه تشبع، يعني تضرب ساندوتش او اتنين خلاص قفل بطنه. الناس اللي عاوزه تست طعم الاكل وتستمتع بيه، لقمه لو اخف شويه هيبقى افضل كتير. فما تنسوش يا كتابة المزاجنجية أو الناس العادية تحبوا الريفيو الجاي يكون عن مين وفين. كالعادة لو محدش حل يومكم النهاردة وقال لكم إن هو بيحبكم فأنا بحبكم. بس كده، وكان معاكم شوري في ريفيو الريفيو. وقفل يا أحمد. اديني قلبك خد قلبي